هلو هلو هلو. الفيديو ده انا عاملاه علشان الناس اللي قاعده بتسالني انت قاعده بتعملي ايه في المغرب كل ده، انت ليه بتروحي المغرب تقعدي فتره طويله، انت متجوزه في المغرب، انت طالعه مع السياحه في المغرب بتعملي تسويق للبلد، انت انا ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها خالص. انا حد طبيعي جدا، حد جه البلد دي من كام سنه. I fall in love with it. في كل مرة بزور المغرب بكتشف حاجات جديدة، بكتشف الناس، بكتشف المغاربة أكتر وأكتر. I always say إنه I'm lucky إن أنا عندي صحاب مغاربة كتير، لدرجة إن صحابي المغاربة نفسهم بيستغربوا أنا إزاي قادرة يكون عندي كل صحاب المغاربة دول في كل المدن الموجودة. الحلو في المغرب إن أنا كل مرة باجي بروح مدينة جديدة، أو حتى برجع أشوف نفس المدينة اللي زرتها قبل كده، بشوف حاجات جديدة، إن كانت من ناحية الأكل، المزيكا، الكالتشر، أماكن الخروج، أماكن السهر، الفنادق، المدن القديمة. كل حاجة في البلد دي بتشدني، كل حاجة في البلد دي بتحسسني إن أنا مبسوطة فرحانة. الجو، الهواء اللي بتنفسه في البلد دي بيسعدني. أتمنى أني أشوف جهود لتسويق المغرب سياحيا للسائح الخليجي، مو فقط لأنه هو الأعلى إنفاقا في السياحة، ولكن لأني أنا أتوقع أنه المغرب راح تكون الأولى سياحيا في العالم للسائح العربي والخليجي تحديدا، لثرائها الثقافي وطيبة أهلها وجمالها كطبيعة وبيئة وبلد وجمال أكلها كذلك. أقول قولي هذا وأتمنى لكم كل الحب، وأراكم في فيديوهات المغرب مع ماما في شهر أكتوبر. أنا مزوق فيك اديني معاك الحبيب، أنا مزوق فيك اديني نشوف المغرب، أنا مزوق فيك اديني معاك الحبيب، أنا مزوق فيك اديني نشوف المغرب، ديني للدار البيضاء. من الحرف اللي أبهرتنا هي صناعة الفخار، وأكيد كمان الزليج اللي مو بس يصمم يدويا ولكن حتى يركب حبة بشكل هندسي جدا رائع. الحفر على الخشب والجبس اللي ينتج عنها أشكال وديكور هندسي جدا رائع، وكل شيء له علاقة بالنحاس سواء من أواني منزلية أو حتى ديكورات كذلك. وما ننسى كمان دباغة الجلود وصناعة أي حاجة له علاقة بالجلود. وجودنا هذه الفترة القصيرة في فاس وبين الحرفيين علمتنا حاجة جدا قيمة، وهي الفرق في المنتج لما يكون معمول من يد شخص حرفي وبين هو مصنوع في مصنع ماس برودكشن زيه زي أي شيء ثاني. مو بس من ناحية المجهود المبذول، ولكن حتى من ناحية الشغف والحب اللي مصبوب داخل هذا المنتج اللي أخذته من صناعة يد شخص شغوف بعمله. فاس بشكل عام تعتبر عاصمة الحرفيين والحرف اليدوية، لذلك أنا أنصح إنكم لو حابين تشتروا أي حاجة من هذه الأشياء تاخذوها من فاس ومن يد الحرفي مباشرة. في صندوق الوصف كتبنا لكم أهم الأشياء اللي ممكن تشتروها من فاس، ويمكن في أشياء ثانية إحنا لسه ما تعرفنا عليها، قولوا لنا إيش هي. موضوع ما له علاقة بالسيارة، أعتقد موضوع له علاقة أنت مع عائلة ولا مو عائلة. أنا اليوم وقفوني وأمس وقفونا، طبعا يوقفونك يطلبون، كنا 3 مرات وقفونا، نسيت والله. وصاحبي اليوم وقفوه مرتين، راح يا بصاحب المطار ورجع وقفوه مرتين بالمشوار هذا، فيشوفونهم يعني مو عائلة ووقفونك، وعاد يحاول يلف ويدور ويتلحوس. وهذا كلامي يأكد كلامي، يعني إذا شافوك شباب كنا نقطة تفتيش يطلبون، والله العظيم أنا مع أهلي كنا نقطة تفتيش يشوفونا يستحون ما يوقفونا. وقلت لكم ترى لما كانوا معاي أهلي، الحين من شوف بقوا عيالي كبار معاي، لما كانوا معاي أهلي يشوفون حريم وياهال وكذا يعني عائلة مبين، والله إنه يستحون يخجلون، حتى قلت لكم يعاملونك بخجل يعني، ووده يحطك بعيونه بالسوق بالفندق بأي مكان. لكن اللي جاي حق أشياء ثانية لا يلوم الناس شلون تنظر له، بما فيهم ترى أنا ضد الفساد الإداري وضد الفساد في يعني التفاتيش والأمور هذه، أنا ضده ترى، لكن اللي يضع نفسه في هذا الموضوع فلا يلومن إلا نفسه. واعتقد أن الكل يعني اللي مع أهله شاف هذا الأمر، شاف احترام مو عادي ومعاملة مختلفة لما يشوفونك مع أهلك يا أخي، غير لما يشوفونك ويشعرون أن أنت جاي، يعني أقولها بكل صراحة ما أدري والله، يعني أنت جاي تفسد ببلدهم. يعني مع احترامي وايد ناس يجون لهذا الغرض، في ناس ترى مستثمرين، في ناس عايشين مرتاحين من علية القوم ترى، ها عندهم بيوت وعندهم قصور بعد ومرتاحين ويشمون هواء، الله منعم عليهم، عندهم قصور وخدم وحشم، لكن في فئة كبيرة تي عشان أمور
السيئه، وهذا ابن البلد يشوفك انت جاي عشان امور سيئه، تبي شنو ينظر لك نظره يعني. وانا قلت لكم ما ابرر الخطا ولا ابرر الفساد، لكن انا افسر. انا اقول لك يعني لما تكون بروحك هذه نظرتهم لك، عاد الابتزاز، ما يندرى انت سكران، انت مو سكران، مر عليهم 4 5 سكارى مثلك يقول له عطنا يعطي. انا اعرف واحد يقول لي والله العظيم، يقول انا يعودون هذيل على يعني الاشكال هذه او على النوعيه هذه، مع احترامي للجميع، فتمر عليه انت يلا هذا نحطه معه، يمكن سكران خلينا ناخذ منه، يمكن يعني من هذيل اللي خايفين بطنه بلا وخايف هذا مفتش سيارته خايف، يعني خلنا نوقف نحاول فيه. ولا صورت لكم انا احترامهم شلون يعني مع عائلات وترحيب حفاوه والله العظيم فوق ما تتخيلون. واللي يقول مثلا منقبه ما منقبه، ترى حريمهم منقبات ويسبحون بالبحر بنقابها بعبايتها، بل ان امر سائد جدا، تشوفهم يسبحون بالبحر محتشمين عادي، مش منظر عادي جدا. المايوه اللي يسمونه هذا البوركيني ما ادري شو اسمه، المايوه الاسلامي يسمونه، الاغلب اصلا الاعم بالهذا، مو الشواطئ اللي فيها سياح اللي يغلب عليها سياح مثل تغازوت، لا الشواطئ اللي وريتكم اياها بالشمال المحليين اللي اهل البلد يتسيحون فيها. ترى انا كنت شفت صراحه شفتها غاليه المناطق هذيك ومنتجعات فخمه، شفتوا سانت ريجس لما صورت لكم، ظنيت ان هذا اعلى مستوى من السياحه يعني حق السياح، يوم رحت ولا كله محليين يعني. بعدين شفت صوره ترى للملك يتمشى بنفس المنطقه بالسياره، شفتها مقطع اليوم بالصدفه شفته بالفنيدر، فعرفت ان هذه. حتى شفتوا سيارات اللي عندنا بورشات لامبورجينيات، ايش كثر شفت، مو واحده ولا 2 ولا 3، ايش كثر لامبورجيني بورش ما ادري ايش يسمونها هذه اللي صورتها لكم، مايباخ المعدله هذه الفئه اعلى فئه مثل البروبوس ما ادري اسمها، يعني سيارات حيل غاليه. وانا قلت لكم واعيد واكرر، وهذا كلامي اكد كلامي، هذا يقول انا اعرف متزوج منهم واعرف اطباعهم، يشوفون انت جاي مع عائلتك جاي واضح ان سياحه محترمه، لكن اللي بدون عائله اغلب او نقول فئه كبيره جايين لاغراض ثانيه. فالكل العائله وش اللي حصل لما رجعوا عائلتي وبقى معي عيالي كبار، شلون صارت المعامله وبمنطقه يعني